قوي وبحط لهم الحشوه بتاعتي هوريها لكم، سهله وبسيطه جدا جدا جدا، وبتدي طعم خرافه. هعرفها لكم ان شاء الله، بس لما نيجي نطبخ ان شاء الله باذن الله، يا ريت تنتظروا حبايبي. ان شاء الله انا هبدا معاكم طبيخ القراميط. انا معايا القحف زي ما انتم شايفين كده، وعملت له الخلطه بتاعته. بشرت بصله في الكبه، وحطيت عليها بهارات فلفل اسود وكمون وكزبره، ولازم تكتروا الكمون والفلفل الاسود شويه، وتعملوا الخلطه زي ما انتم شايفينها كده. ولازم الحدق بتاع القحف يبقى عالي شويه عشان يشرب منه في التسبيك. انا هحشيه وهو هيتحشى من بقه من هنا، يعني لما اجي احشي، لما اجي احشي القحف هحشيه من هنا، من بقه من قدام من هنا. هدخل البصل من هنا. ليه بدخله من هنا ما بدخلوش من ورا؟ علشان لو دخلته من هنا البصل مش هيخرج